شاشات العرض. طبعا بالتاكيد احنا واقفين حاليا امام الشاشه الرئيسيه وجميع اعضاء النادي الاهلي زي ما حضرتك شايف ورايا، طبعا عدد كبير منهم متواجدين هنا. كمان في العديد من الشاشات في جميع انحاء النادي، الكثير من المقاعد طبعا عشان الكل يبقى عنده الامكانيه ان هو يتفرج على المباراه النهارده بشكل جيد. كمان خليني اقول لك يعني بالنسبه للاجواء هنا، يمكن من بدري يمكن كان عندي بعض الحديث مع جميع اعضاء النادي الاهلي مختلف الاعمار، سيدات رجال، الكل كان بيتكلم في مباراه اليوم يا كابتن ايمن، والكل كمان كان بيتكلم يعني عن هل مستر كولر مين ال 11 لاعب اللي هيبتدي بيهم، ايه الخطه مثلا اللي محضرها لمباراه اليوم. الكل متحمس، وكمان عندهم حته مهمه جدا هي انه واثقين جدا في جميع لاعبي النادي الاهلي ان هم على قدر المسؤوليه وعلى قدر الثقه الموجوده عند اعظم جمهور في الجون جماهير النادي الاهلي طبعا، وتحقيق اكيد اللقب ال11 في تاريخ النادي الاهلي. فيا رب طبعا ان شاء الله يا كابتن ايمن النهارده نكون متواجدين مع حضرتك بعد الاستوديو التحليلي وبعد مباراه اليوم، ونحتفل مع بعض كالعاده طبعا يعني في على شاشه قناه النادي الاهلي بشكل حصري وبشكل مباشر. طبعا احتفالات مع جميع اعضاء النادي الاهلي وطبعا اعظم جمهور في الجون بتتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا للمره 11 في تاريخ النادي الاهلي. يمكن دي سريعا يا كابتن ايمن كانت كل الاجواء هنا من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، والان عوده مره في الاستوديو. طبعا الكلمه ليك يا كابتن ايمن، تفضل. شكرا جزيلا الزميله سلا حامد، واخيرا نروح لاهلي التجمع والزميله مريم سميح. اتفضلي يا مريم. برحب بيك يا كابتن ايمن، طبعا برحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، طبعا كل الكباتن الكبار، كابتن اسامه عرابي، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه حسني، وكابتن احمد بلال. برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. حقيقه يعني التغطيه الاولى من داخل فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس بعد ما تم افتتاحه في حفل كبير وضخم منذ 10 ايام. الحقيقه زي ما احنا تابعنا على شاشه قناه النادي الاهلي كل الجماهير هنا طبعا بتقول يا رب، والحقيقه متفائلين جدا بفرع التجمع الخامس. الحقيقه خليني اقول ان يمكن في مباراه طبعا ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا نادي الاهلي والوداد كانت بتقام يوم الاحد الماضي، كان يعني يمكن يوم 4 يونيو، كان عدى بس على افتتاح طبعا فرع النادي الاهلي التجمع الخامس فقط 3 ايام، ولكن حقيقه كان يعني يمكن الجماهير هنا واعضاء النادي جم علشان يشاهدوا المباراه، والحقيقه ان يعني الاعداد تخطت ما يقرب من 5 ل 6000 عضو طبعا داخل هذا الفرع. ولكن الحقيقه النهارده بقى خلينا اقول استعدادات مختلفه تماما لمباريات الاياب طبعا امام نادي الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا. الحقيقه استعدادات اكيد على قدم وساق لكل العاملين او القائمين على فرع طبعا النادي الاهلي التجمع الخامس، لا تقل ابدا اهميه عن بقيه الفروع او ال3 فروع الاخرى. الحقيقه يعني استعدادات ما قبل هذه المباراه واجواء رائعه. خليني اقول لك ان طبعا بقياده العميد احمد ايهاب النحاس الحقيقه ان عماله كلها يعني رفعت حاله الطوارئ، والحقيقه ان هم متواجدين منذ الصباح الباكر، وان التحضيرات دي الحقيقه بيتحضر لها منذ امس. طبعا يعني كانوا جاهزين بشاشتين عملاقتين طبعا في النادي. طبعا الشاشه اللي احنا موجودين عندها زي ما انت شايف يعني من خلف يا كابتن ايمن الحقيقه صوره مبهره جدا وضخمه جدا. يمكن وفروا امام هذه الشاشه ما يقرب من 1000 مقعد، وما بينهم طبعا وما بين كل المقاعد ممرات امنه علشان كل الاعضاء يقدروا ان هم يتحركوا بشكل سليم طبعا ومريح بالنسبه لهم. ايضا في شاشه اخرى من الاتجاه الاخر من النادي وهي موجوده عند طبعا يعني ملاعب الكره، موجود قدام ما يقرب من 600 مقعد. والحقيقه ان يعني بحديثنا مع القائمين على الفرع هنا هم جاهزين ان هم يستقبلوا ما يقرب من 9000 او 10000 عضو علشان يكونوا متواجدين. طبعا خليني اقول ان في موجود هنا ما يقرب او تحديدا 7 منافذ بالمطعم الرئيسي علشان يخدموا كل اعضاء النادي الاهلي باريحيه داخل الفرع الجديد طبعا زي ما بيقولوا او بيطلق عليه يعني كل جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي اخر العنقود بالنسبه للنادي الاهلي. متفائلين كلنا بنقول يا رب ان شاء الله يبقى وش النادي الاهلي فرع التجمع الخامس حلو على كل الاهلاويه، وان شاء الله يعود طبعا لاعبي النادي الاهلي باللقب ال11 للاميره السمراء. شكرا جزيلا الزميله مريم سميح، وطمنا على كل فروع النادي الاهلي. الحمد لله متفائلين كلنا ان شاء الله المكسب النهارده للنادي الاهلي وليله حمراء باذن الله رب العالمين بعد مكسب النادي الاهلي بالبطوله. طبعا كابتن اسامه، كابتن علاء اتكلم على بدايات النادي الاهلي النهارده وبدايات الوداد. طبعا التشكيل نزل، لو احنا جاهزين بالتشكيل نقول التشكيل ولما نجهز ممكن نحطه على الشاشه. ماشي كده. تشكيل النادي الاهلي النهارده: محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، قلبي الدفاع ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، وثلاثي خط الوسط الدفاعي هيبقى حمدي فتحي،
مروان عطيه، اليو ديانج، وثلاثي المقدمه حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود كهربا. مره ثانيه محمد الشناوي